ازيكم؟ زي ما كلنا عارفين ان المملكة المتحدة البريطانية تتكون من انجلترا، اسكتلندا، ويلز، وايرلندا الشمالية. ونتيجة ده في انواع كتير جدا من الكلاب المميزة. بس النهاردة هنستعرض معاكم افضل 10 انواع من المملكة المتحدة البريطانية. رقم 1، البريتش بولدوج. هو الكلب الرسمي لانجلترا ورمزها. شكله مميز جدا، وكانوا بيستخدموه زمان في صيد التيران والحراسة، لكن دلوقتي الناس بتستخدمه أكتر ككلب عيلة، لأنه بالرغم من شكله إلا إن سلوكه هادي وطبعه ودود جدا، وبيحب العائلات والأطفال. رقم 2، البوردر كولي. كلب راعي أصله اسكتلندي، بيصنف إنه أذكى نوع كلب في العالم. كلب طاقته عالية جدا، بيحب الناس، ده غير طبعا شكله الجميل. رقم 3، الجولدن ريتريفر. بدون جدال ده من أجمل وأطيب وأهدى أنواع الكلاب في العالم، مصنف إنه أفضل كلب عيلة في أمريكا وأوروبا. شكله جميل جدا وطبعه ودود، بيحب الناس والعائلات والأطفال، وعشان كده مينفعش يبقى كلب حراسة نهائي. رقم 4، الإنجليش ماستيف. أضخم وأتقل كلب في العالم، كلب حراسة ممتاز، من أقدم أنواع كلاب الحراسة في العالم. طاقته قليلة، مش بيحتاج تدريب كتير، سلوك كويس جدا مع أصحابه وعيلته. رقم 5، الكوكر سبانيال. كلب من أجمل الكلاب اللي ممكن تشوفها، سلوكه ودود، ولكن ممكن يبقى عدواني. كان بيعتبر كلب ملكات انجلترا عبر التاريخ. رقم 6، الكولي. طبعا كلنا عارفين نوع الكلب ده بسبب المسلسل الشهير الكلب لاسي. كلب راعي شكله أنيق جدا ومميز، ومن أذكى أنواع الكلاب في العالم. رقم 7، الايرش وولف هاوند. أطول كلب صيد في العالم. كلب سلوكه بيتناسب جدا مع حياة الصيد وحياة العائلة، لأنه بيعرف يفصل بينهم كويس. من الأنواع النادرة واللي مش هتشوفها كتير. رقم 8، الأولد إنجلش شيب دوج. كلب راعي إنجليزي، من أقدم أنواع كلاب الراعي. شكله مميز جدا بالرغم من شكله الجميل، ولكنه شراسته عالية وطاقته لا متناهية. رقم 9، الكورجي. كلب أصله من ويلز، من أنواع مميزة جدا، سلوكه مضحك وشخصيته أكبر من حجمه، بيحب صاحبه جدا، من أفضل كلاب العائلات في العالم. رقم 10، البول تيرير. كلب نادر جدا وشكله غريب، كان بيستخدم زمان في صيد التيران، ولكن مع مر السنين أصبح كلب سلوكه مش عدواني أوي، وينفع إن يبقى كلب عائلات. شكرا. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب.